اخواتي الرياضيات اخواني الرياضيين، السلام عليكم. قناه المستر معكم مولاي. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على مباراه دوري ابطال اوروبا، مباراه اياب بين اتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد. ريال مدريد كيلعب فيها طبعا لاعب ديالنا الكبير ابراهيم دياز كان احتياط، ما دخل حتى الدقيقه 79. دخل دار مباراه جيده مع الدخلال. الوليد بايق تبارك الله عليه، داعب كيتقاتل كيعطي لي باس، يعني غير المنظومه كي كانت غيرها وضرها. ما هو الكره تسجل لهم وما عنده حتى على النقطه ديال 7.1. تبارك الله على هذا الوليد هذا. المباراة انتهت بانتصار الريال على اتلتيكو بضربة ترجيح. المباراة انتهت 1-0 لصالح اتلتيكو، وكان التعادل 2-2 بيناتهم، وداو الاشواط الاضافية ما كانش فيها حتى حاجة الا ضربة ترجيح. في ضربة ترجيح يعني الريال يعني سجلوا ضيعوا وحده ولاتيكو ضيعوا جوج. المباراة بحال قلنا كانت مزيانة بالنسبة لسميتو المدريد لاعبين بواحد الطريقة. أولا فينيسيوس ضيع عليهم ضربة جزاء، ضيع ديال البيوت، يعني واحد شكل ما علاش ما كيلعبش دياز الله لا عالم. احنا ما عارفينش هاد المسألة اللي بين دياز والمدرب، الله لا عالم بها، يعني ما عندنا ما نقولوا. تبارك الله على الوليد ديالنا. حنا اللي كيهمنا هو الوليد ديالنا كيدخل كيحمل وجه، وهذا هو اللي مهم عندنا، والتأهل ديالو لربع النهاية، هذا هو اللي مهم عندنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.